سبت وصفة تختار بقى يا لهوي مش هيعجبها اي واحد. ماشي استنى كده. مش هتقتنع بيه. بس ان احنا هنحب بعض اكتر بعد. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الأول وأقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. طب السؤال ده هيكون فيه فضايح كتير قوي. كارثة عملناها سوا ومحدش يعرفها غيرنا. بلاش. انا فاكرة اكبر واحدة في مرة كنت متعاقبة، وكانت مامتك واخدة منك الموبايل وما كنتش عارفة تتواصلي يعني. فرحت انا كان عندي موبايل صغير فخد يعني ما حضرناش السيشن الاخيره بتاعه الدرس، وبعد كده رحنا جبناه من عندي في البيت، وبعدين جبنا الدبدوب وفتحناه وحطينا الموبايل. فكان دي عشان نديكوا رنات. ايام الرنات مش حتى اتصل بالتليفون عشان ندي بعض الرنات. في مصيبه يعني، بس دي كانت دي احنا ما بنعملش مصايب قوي برضه، احنا كويسين. الناس بريئه. انا اللي عليا دول صح. ايه اكتر حاجه مميزه في صحوبيتنا؟ ان هي قادره تستمر مع كل التغيرات. فتخيلي بقى مشاعر وناس وعلاقات راحه جايه ومواقف. هي ان هي قدرت تستمر زي ما انت ما بتقولي في التغيرات اللي هي بتغير العلاقات، زي السفر، الجواز، الانفصال، الامومه، الشغل، الدراسه. لا يعني كل الحاجات الحمد لله ان احنا مرينا بيها. يعني في ناس وقفت، في ناس دايما كانوا صحابنا في ثانوي ووقفنا في جامعه وقفنا صحابنا لما عدنا. لا وعدنا لما عدنا السنه في الدراسه. كانت يعني دي بالنسبه لي كان ممكن من أسوأ المواقف اللي حصلت لي في حياتي، لما ان انا خلاص اضطريت ان انا بعيد السنه. ففي ناس وقفت معايا عند المرحله دي. الجواز مثلا والخلفه. في ناس بعد ما بتتجوز بتختفي لا وفي ناس بعد ما بتخلف، وفي ناس بعد ما بتبتدي كارير. فاحنا الحمد لله عدينا كل الحاجات دي. نتكلم 6 ساعات بالليل. كنتي تتخيلي اننا نفضل صحاب طول الفتره دي ولا لا؟ وايه سر الصداقه؟ كنت متخيله كده. سر الصداقه اعتقد انه انا بقولها دايما عنك من وراكي، انه انتي كويسه عشان او انتي حلوه قوي عشان انتي حلوه قوي، مش عشان انتي بس بتحبيني. يعني لو انا وانتي ما بقيناش صحاب او مثلا متخانقين، بعد الشر احنا مش بنتخانق، بس لو احنا مش على وفاق، انتي هتفضلي صفا الحلوه اللي بتصون الاسرار. هتفضلي انتي. فانتي عشان كده احنا صداقتنا مستمره عشان انتي حلوه. هل انا صديقه سفر مثاليه بالنسبه لك؟ والله والله جدا. كنت بشيل الحمل يعني بعيدا عن انت كنت بتنامي طول الطريق وبتسليني جدا يعني. سافرنا 12 ساعه نايمه فيهم ما شاء الله 9 ساعات. الحته دي قبل ما تنسيها هي حته ضحك قوي، انه انا كنت عماله انت تقولي لي دهب بعيده قوي ان احنا نروح، وانا عماله اقول لك انا ما تقلقيش انا هبقى معاكي. انا هقعد مع سلمى، انا خلي بالي من البنت مش مشكله، ما تقلقيش انا هشيل الحمل ده. اول نمتي 9 ساعات ما شاء الله. حتى في الكمين المشكله ما جاليش نوم، انا مش لاقي حاجه اعملها، فانا قاعده ببص كده ومفيش نت ومفيش اي حاجه. فانا قاعده ابص للطريق. الله طريق جميل. لا بس هي كمان انا ساعتها كنت اللي هم بيطلعوا في الكمين ياخدوا البطاقه بديها لهم وانا نايمه لهم. خد يا عمو اتاكد ان انا نايمه. وكنت سايباها اصلا تحتي، يعني انا كنت نايمه كده على كرسيين سايبه البطاقه تحتي بطلعها كده. انت في مره اصلا احنا سيبناكي نايمه وطلعتها من شنطتك وبعدين قلت له هي دي اللي نايمه. فسيبها بقى نايمه، ودي بنتي برضو نايمه معيش شهاده ميلاد ليها تحت في العربيه. فخلاص انسى. بس صديقه مثاليه بقيت قعدنا بقى مع بعض بصراحه ما اتخانقناش صراحه يعني. لا وبعدين في حاجه حلوه قوي عايزه اقولها بجد، انه فعلا لما صديقك بيبقى حلو في وقت السفر بيفضل صديق، بيفضل مكمل. لانه خلاص انت في السفر بتكشفي حاجات كتير قوي عن الانسان. هو بيتعامل ازاي، وهو بياكل ايه وبيشرب ايه وبيصرف ازاي وبيتخانق ازاي لا وبحس ان النوم مهم قوي، اللي هو هننام فهو ده وقت النوم، فانا بنام في الضلمه، فهنحترم ان احنا بننام في الضلمه. شفتي بننام في الهدوء، هننام في الهدوء. والله العظيم مثاليه. لا الصراحه صديقه سفر. موقف حصل لنا في السفريه عامه سافرناها يعني وعمرك ما تنسيهولي؟ هحكيه بقى بس ما تحكيش السويت يعني. اوكي. احنا لما كنا في دهب، وبعدين انتي كنتي حامل، وطلعنا باليخت، وكان ما نعرفش ان البحر مش حلو، هم ما قالولناش ان البحر مش حلو قوي كده. وبعدين ابتدى يطلع وينزل ويطلع وينزل، وفضلتي يعني انا اصلا كنت بحس الدبه ان انا بتدبها، وحاسه ان هو ده كل ده في البيبي وفيكي وانتي خايفه. فكان موقف مش احلى حاجه، وفضلت متماسكه واطمنك، واول ما نزلت قعدت اعيط. حسيت ان انا ما كنتش عارفه انا بعيط ليه، يعني انا ليه بعيط.
فده كان اصعب حاجه في السفريه ده، بس بعد كده ضحكنا يعني، بس لذيذ يعني. اوكي، اغرب موقف اتحطينا فيه او حصل لنا؟ موقف انه يكون في، لازم يكون في تركيز وشغل ولازم يكون في صداقه وحب. فكان تاني ده بالنسبه لي اغرب موقف، انه اعلق ازاي مثلا، او عندي مثلا كومنت. انا دايما بيبقى عندي كومنت بس حاسه انه ده كان اصعب حاجه، انه يكون في شراكه مع صداقه وحب وعشره ونحافظ، وافضل محافظه ازاي انه الشراكه دي تبقى حلوه قوي والدنيا تبقى ماشيه كويس، وما بين القلب بقى والمشاعر، وادخل الاتنين في بعض يعني. كان صعب بس تخطينا. فاكره اول هديه جبتها لك؟ مش اول هديه، كلمي عن الهدايا بشكل عام عشان الهدايا بتاعتي تبقى مميزه. لا هقول عن الهدايا بشكل عام بجد. مش فاكره اول هديه للاسف، مش فاكره اول هديه، مش عارفه ازاي مش فاكره اول هديه. ولا انا مش فاكراها مش فاكراها. اوكي، لا بس انتي هداياكي احلى حاجه فيها ان هي بتبقى يعني بالظبط تو ذا بوينت قوي. يعني انا مثلا في نص الكلام من 6 شهور قلت لك انه انا مثلا ده انا مش عارفه بفكر في ايه، فلاقيتي جبتيها. انه انتي ماشيه كده حسيتي ان البتاعه دي ان انا لو شفتها فيها لون احمر انا بحبه، انتي هداياكي يعني على طول، يعني بغض النظر ان هي حلوه جدا وكلها بتبقى حاجات انا عايزاها وحاجات بحبها، دايما بحس ان انا في بالك. يعني انتي روحتي المول فانتي فكرتي وانتي بتجيبي كذا ان انتي تجيبي دي، فكرتي ان انا محتاجه. بضحك عليكي، بعرف لو انتي واقفه جنبي اخليكي تطلعي ايه اللي جواكي وايه اللي انت عايزاه. مش عارفه دي شطاره منك ولا غباء مني مش عارفه انه بجد انت بتضحكي عليا بطريقه سيمبل جدا، اللي هو انا مش عايزه اخد فلوس حاجه فانت بتحطيها لي في شنطتي، فاللي هو ازاي ما خدتش بالي ما اعرفش. لا وعلى فكره احلى حاجه في موضوع الهدايا ده ان احنا مفيش فكره انه انت جبتي لي فانا لازم اجيب لك. اللي هو عادي، انا في حاجه عجبتني وانا عايزه اجيبها لها فخلاص. وبعدين بحسها لغه الحب بتاعتك، يعني انت دايما ده حقيقي. فدي حاجه حلوه. ناس كتير ما بتفهمش الموضوع ده على فكره، ما عشان الناس ما بتفهمش، احنا بنفهم بعض. انا بحب اجيب هدايا للناس اللي بحبها، وبحب اقعد افكر قوي ان انا اجيب لهم حاجه. ولو معيش غير خلاص دي اخر 10 جنيه في جيبي، لا اجيب بيها حاجه عشان انا بحب الشخص ده. ده حقيقي. بس كده. اوكي، احلى فرح او خطوبه حضرناها مع بعض؟ فرح مصطفى اخوكي. كان حلو قوي. فرح مصطفى كان حلو، وبعدين ما كانش علينا اي ضغط، اي نوع من انواع الضغط بتاع ان هو لازم مثلا ان احنا نخلي بالنا من حاجه وكده. لا احنا كاننا معزومين ويلا يا جماعه. ده حقيقي. لا وهو كمان كان متنظم قوي وكان جميل وما كانش فيه اي حاجه تضايق، فلا الحمد لله كنا عارفين ننبسط. الافراح الثانيه بيبقى علينا مسؤوليات. بيبقى صعب. ماما اللي كانت شايله كل المسؤوليات. طنط ربنا يخليها. فاكره اول خناقه اتخانقناها مع بعض؟ اول تاتش حصل بينا، انا افتكرت بقى ان انتي كنتي بدايه الصداقه بتاعتنا كانت شويه امومه كده. انتي كنتي دور الام قوي ليا، فلما تروحي طمنيني فانا ما كنتش فاهمه يعني ايه اصلا كده، يعني ايه اصلا انا ايه اسافر واوصل واطمنك يعني. لا من غير السفر يعني، بس ان احنا خلصنا الدرس ومروحين، فاللي هو طمنيني، فانا انا مش اللي هو قصدا ان انا ما كنتش عايزه اطمنك، انا كنت بنسى، فلو ما كنتش ببقى فاهمه، فانتي تتصلي بيا فتبقي بتلوميني اللي هو انت ازاي ما تطمنينيش، فانا احس اللي هو ما انا اصلا كويسه، ما انا مشاعري مش مهمه بالنسبه لك. مشاعر مامتي مش مهمه بالنسبه لي. فاللي هو كنت بتبتدي وانت ازاي مش مقدره، فكنتش ببقى فاهمه بجد اللي هو يعني ايه اصلا الكلام ده. بس بعد كده ابتديت بقى يعني وانت ابتديتي خلاص اللي هو انا مش فاكره ان انا كنت مسافره انا ذات نفسي. حاجه بعملها بتضايقك مني؟ لا كذا حاجه لا حاجه معينه تعمليها اهتمامك الفظيع بالمواعيد عادي. يعني احنا جايين النهارده متاخرين. ايه الدنيا اللي حصل؟ انا لسه والله قايله الموقف ده، يعني لسه بقول لماما قلت لها مواعيدها عادي. يعني صحيانك البدري برضو بينرفزني قوي. بتصحي بدري ليه؟ الليل جميل ونص عشان انا مورنينج بيرسون وشاطره. وانا مش مورنينج، وباجي قبل الميعاد ب5 دقايق. على فكره هي دي اكتر حاجه انا حاساها اختلافاتنا. لو انتي بتحبي اللون الاحمر وانا بحب الروز، بعيدا عن ان انا لابسه فوشيا. لا ايوه ده حقيقي. انتي بتحبي الصبح انا بحب بالليل. انا ما اعرفش اصحى الصبح بدري. انا انتي بتحبي الشعبي. الشعبي بحب جزم. ففي اختلافات ايه اكتر لحظه كنتي فخوره بيا فيها؟ انا دايما فخوره بشكل امومتك، يعني قد ايه شاطره ان انتي بتربي بنتك بطريقه
يعني كلها حب وكلها لعب، وفيها في نفس الوقت حزم وخلطة التربية الإيجابية بمونتسوري بالحب بحتى خبراتك انت اللي قبل كده، بتجربتك الشخصية انت، يعني عاملة كده حالة حلوة. بتحاولي بجد، بتحاولي تكوني نسخة أحسن من نفسك طول الوقت، حتى لو انت فاهمة اللي هو مش قادرة. بس لا، وانا احيانا ببقى نفسي ان انا اشوف نفسي بعينيكي، يعني انا مش شايفة ان انا شاطرة كل الشطارة دي. لا احنا هنخلص وهقول لك كل الحاجات دي تاني. فاكرة أول مرة اتقابلنا فيها؟ فاكراها، يعني اتقابلنا في الفصل في ثانوي، بس لا يعني اكتر مره علمتي معايا فيها كنتي بتاخدي معايا درس في البيت، وبعدين ايه كنتي غايبه، فالمستر عمال يقول لا ناخد الغياب، مين اللي مش موجود؟ قلت له كان في بنوته كيوت قاعده هناك كده شاطره قوي، بتقول كل الكلام بسرعه. اسمها ايه؟ مش عارفه، بس هي كيوت قوي وشاطره جدا جدا. ايوه اسمها ايه؟ خلاص بقى زمان الشطاره دي بس لازقت في دماغي بقى. ميار اللي بتيجي هنا اللي تحفظ بسرعه، عمر حد حاول يوقع بيني وبينك وتصرفتي ازاي؟ ما اعرفش، انت عمرك ما قلتي لي حاجه زي كده، حد وقع بيننا احنا الاثنين؟ مش بتكون كده، بس بتكون في ناس بقى اللي هو ايه، ايوه انت مديه العلاقه دي حجم اكبر من حجمه، ايه يعني صاحبتك وبعدين حسيت احيانا ده بيبقى توقيع، بس مش توقيع في شخصك. بس لو لا، انا يعني شايفه علاقه مثلا كانت عباره عن صداقه وحب وواقفين جنب بعض في كل المواقف، خلصنا ثانوي مع بعض في نفس المدرسه، والجامعه في نفس المدرسه في نفس الجامعه، حتى برغم ان احنا اتنقلنا من مكان لمكان، وانتي سافرتي مثلا وانا اتجوزت ورحت مكان تاني، وانتي تعرضتي لتجربه مش حلوه، فكل ده يعني فضلنا محافظين على علاقتنا ببعض. فهي ليها مكان يا جماعه، لا هي ليها مكان في وسط كل علاقات. الصداقه دي مش علاقه يعني الناس بنقضي مع بعض وقت ولطيف وظريف ونروح. مش كل الناس بقى بتفهم، على فكره مش كل الناس بتفهم يعني ان انت علاقتك بصحابك او بصاحبتك قوي، مش كل الناس بتفهمها. بس انا حاسه انه لا، يعني انا بالنسبه لي اغلب الناس عارفاكي، واغلب الناس اللي في حياتي انا فرضاك، يعني اللي هو دي صفا، اصل دي صفا. ايوه انا بروح وسط العيله بقعد على السفره وسط فلا ما حدش قبل كده تجرأ على الموضوع ده، لا ما تقلقيش كله اندر كنترول. موقف انت استجدعتيني فيه ومش هتنسيهولي؟ موقف يمكن اكتر حاجه علقت واثرت فيا قوي بتاعت ماما. مش عايزه اقلب الموضوع درامي يعني، بس لا يعني كنت حاسه انتي واقفه جنبي جامد قوي، كنت مطمنه انتي معايا اصلا يعني. احكي عن فتره كانت صعبه وانا وقفت جنبك فيها. يعني حاجات كتير، انا تعرضت لحاجات كتير صعبه، بس اكتر موقف صعب وقت الانفصال لما كنت في انجلترا، وبعد ماما على طول، يعني بعد ماما وعيلتي اخواتي وبابا وكده، انت كنت محسساني ان انا لسه في مصر، ان الدنيا تمام، وان انت هترجعي، وانه الحياه حلوه. فدي يعني انا عمري ما انسى ده ابدا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابين تلعبوا اللعبة مع الناس القريبين ليكم تقدروا تطلبوها دلوقتي من رسائل الانستجرام او الفيسبوك او التيك توك وتوصل لكم لحد البيت. ما تنسوش تحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك وعايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. نشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. ايه ده، كنت عايزه اقوم اخد حد. لا احنا حبينا بعض اكتر.